فأسباب الفساد أولا الجهل. الجهل شنو؟ تولي أناس غير مؤهلين أصحاب شهادات مزورة بمراكز رفيعة المستوى. يعني ربما يوجد في النظام السابق وزير غير مختص أو ما عنده مهنية يعتبروه منصب سياسي، أو يوجد حتى في بعض الدول، في بعض الدول العربية نشوف أنه وزير يعني أنا كنت ألتقي بوزراء النقل العرب كثير معهم مو مختصين، لكن ما شهد لا بالنظام السابق ولا بالعالم وكيل وزير ما عنده خبرة، مدير عام ما عنده خبرة، مستشار ما عنده خبرة. يعني من يجي واحد ما عنده ثالث متوسط، أكثر من 10 وزراء بعد 2003 استلموا منصب وزير هم ما يمتلكون شهادة حقيقية للثالث متوسط أو السادس إعدادي. زين؟ رئيس وزراء شهادته مزورة ما عنده شهادة سادس إعدادي، يعني ما موجودة لا بالعالم ولا بتاريخ العراق. فهذا العنوان الأول هو الجهل، هذا أحد العناصر أو أسباب الفساد بالعراق. اثنين الفساد اللي هو السرقة. يعني كثير من الأحزاب أنه هي كانت جائعة وكانت تعيش القتات وكانت تعيش في الخارج، يعني يعيشون يصلون للميت ويصومون للميت حتى يعيشون يأكلون قتات اليوم ما يتحصل. الآن أصبحوا مليارديرية. كثير من رجال أعمال يعني بالعراق احنا عندنا القطاع الخاص ورجال الأعمال قسمين. القطاع الخاص الأصيل اللي هو أبا عن جد صناعي، أبا عن جد تاجر، أبا عن جد مزارع، لكن احنا عندنا قطاع خاص ورجال أعمال لقطاء. القطاع الخاص اللقيط هو اللي في ليلة وضحاها يظهر لنا واحد رجل أعمال ملياردير، من جائع حافي إلى ملياردير.